السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طبق بسيط جدا جدا بس محبوب لينا كلنا، خصوصا بقى في يوم الأجازة. هنعمل مع بعض الفول بالصلصة. صراحة أنا قمت الصبح كده بعمله في الفطار، فقلت أصوره مع حبايبي وتقولوا لي إيه رأيكم. طعمه جميل جدا، وشوفي لونه عامل إزاي. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي بفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا بقى المقادير بتاعتي زي ما طبقنا بسيط قوي كده، برضو كمياته ومقاديره بسيطة جدا. معايا كمية من الفول، طبعا على حسب ما انت عايزة وحسب عدد الأفراد، وعلى حسب كمية الفول كمية من الصلصة، وكمان 4 فصوص توم كبيرة مفرومة. يلا بينا نبدأ الطريقة. هجيب بقى طاسة أو حلة، احطها على النار وانزل فيها شوية زيت عباد شمس طبعا، وهنزل عليه الثوم المفروم، اديله لون ذهبي كده حلو. خلاص كده الثوم بتاعي اخد لون حلو. انزل بقى بالصلصة. حبايبي اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي دلوقتي لو لسه مشتركوش في القناة يدخلوا على القناة ويشوفوا وصفاتها، يلاقوها حلوة قوي واقتصادية وعلى قد ايديكم. يلا اشتركوا ودعموني وشجعوني. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون وملح وشطة حسب ما انت عايزة، يعني بتحبيه حامي او ما بتحبيش خالص ما تحطيش. هضيف كمان نص معلقة من الكزبرة، وهقلب كل ده مع بعضه. ريحة الصلصة بقى طالعة في منتهى الجمال، حاجة تفتح النفس، مع انه طبق بسيط قوي بس يفتح النفس. اسيبها تتسبك كده على النار شوية، هشوف اتسبكت ازاي واخدت قوام. انزل بقى بالفول، وانا عملت الفول معاكم ده قبل كده على القناة، دمسته معاكم. هسيب لكم فيديو تدميس الفول في صندوق الوصف، هيعجبكم قوي قوي قوي. واقلب بقى كويس، ياخد غلوة واحدة بس واطفي. كده الفول بتاعي خلاص، ريحته جميلة جدا جدا وطعمه كمان حلو قوي. هقدمه بقى في الطبق بتاعي. شوفي اللون والشكل، حاجة تفتح النفس بصحيح. حطي بقى جنبه المخلل والعيش البلدي. يلا جربوا بقى طبق الفول البسيط الحلو ده، ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا اصحابكم الفيديو عشان نوصله لاكبر عدد ممكن. وبالهنا والشفا.